في جوازات مش بتموت بخيانة ولا بتموت بالفقر، الجوازات دي بتموت بحاجة أبرد، إن الاتنين يبقوا في نفس البيت ومش شايفين بعض. تخيل معايا المشهد، حد راجع من الشغل مرهق وحد تاني مستني بس كلمة، مش ورد مش هدية، بس إحساس. هو أنا لسه مهم عندك؟ فيدخل يمسك الموبايل يفتح التلفزيون والصمت يبدأ يملى المكان ويطلع صوت بسيط: انت بقيت بعيد. والرد يجي بسرعة: انا طول اليوم بتعب عشان البيت. وهنا تبدأ الحرب، مش حرب صوت، حرب احساس. اللي بيتقال مش هو المشكلة، المشكلة اللي تحت الكلام. الطلب مش اهتمام زيادة، الطلب هو امان عاطفي. والانسحاب مش برود، ده احيانا خوف من الاحساس انك مش كفاية. الاتنين مش اعداء، الاتنين موجوعين. في علم النفس ده اسمه emotional disconnection، الانفصال العاطفي. والابحاث بتقول ان اخطر علامة مش الخناقات، بس ان العلاقة تبقى صامتة، مش غضب، لا مبالاة. انتوا بتتخانقوا كتير ولا الحقيقة انكم بطلتوا تتخانقوا عشان بطلتوا تحسوا؟ تعالوا هنا نشوف شوية حلول مع بعض. اول حاجة، بلاش سؤال مين غلطان، اسأل بداله هو احنا محتاجين ايه عشان نقرب. تاني حاجة، خلي فيه 10 دقايق تبقوا موجودين مع بعض كل يوم. الموبايل يبقى بعيد ويبقى فيه سؤال واحد موجود: ايه اكتر حاجة تعبتك النهاردة؟ دي بتبني اتصال اقوى من 1000 نصيحة. وتالت حاجة، انك تتكلم بلغة المشاعر مش الهجوم. فبدل انت مهمل، قول انا بحس اني لوحدي. ده الفرق بين باب بيتقفل وباب بيتفتح. الجواز على فكرة مش معركة مين يكسب، الجواز علاقة مين يفهم. والمشاكل الزوجية مش معناها ان الحب مات، احيانا معناها اعمق، ان التواصل اتدفن تحت التعب. ولو حاسس ان علاقتك مش وحشة بس ساكتة، اكتب لي في الكومنت كلمة بعد.